السلام عليكم. البنزين غلي للمرة 90,000 غلي. وانا طالع عشان عايز اعرف انتوا عايزين مننا ايه؟ يعني انتوا بتعملوا فينا كده ليه؟ واحنا عملنا لكم ايه؟ بجد احنا عملنا لكم ايه؟ يمكن احنا بيتخلص مننا طار قديم بيننا وبينكم ليه؟ هو احنا عملنا ايه؟ يمكن احنا عشان افترينا على الراجل حسني مبارك اللي كان على ايامه البنزين كان ب 2 جنيه، وانبوبه البوتاجاز كانت ب 4 جنيه. يمكن ربنا بيخلص مننا اللي احنا عملناه في الراجل ده. يمكن الراجل ده كان كويس وربنا انا معاه. انتوا بتعملوا فينا ليه كده؟ انا مش فاهم، والله العظيم ما فاهم. يا جماعه حرام عليكم، حرام عليكم. انتوا بتضايقوها علينا قوي ليه كده؟ انتوا بتخلوها صعبه قوي ليه كده؟ بتصعبوها علينا ليه كده؟ كفايه. بقول لك في 2010 كان البنزين ب 2 جنيه وانبوبه البوتاجاز كانت ب 4 جنيه. هو في ايه؟ وبعدين يطلع رئيس الوزراء يقول لك الازمه الاقتصاديه تؤثر على المواطن. مواطن مين يا باشا؟ ده انت رايح تفتتح مشروعات في مارينا 8. مارينا 8 اللي الشقه فيها اللي هي اللي بيقولوا عليها استوديو معديه 20 مليون جنيه. مارينا 8 اللي الفيلا فيها ب 160 مليون جنيه و170 مليون جنيه. هو دول المواطنين اللي بيتاثروا؟ هم دول ولا احنا؟ انا مش فاهم انت بتخاطب مين، انا مش فاهم انت بتكلم مين. يا عم حرام عليك. وبعدين خلي بالكم، في ناس ما بتتاثرش بالموضوع، ما عندهاش مشكله برعايه الحكومه. يعني مثلا الوزراء دول بيعملوا ايه؟ يعني الوزير من دول بيتعين وزير بيعمل ايه؟ وربنا انا ما عارف. طب انا هقول لكم على حاجه، عشان في وزاره من الوزارات انا محتك بيها، يعني محتك بيها بحكم شغلي. الوزير يدخل يعين كل قرايبه قرايب مراته قرايب عيلته كلها، ويخرج الاول يعمل له كام مليار يروح يهربهم بره، ويشتري كام فيلا يروح يكتبهم باسم مراته وباسم عيلته، وخلاص كده ويخرج. ولا تعرف دخل ليه، ولا تعرف خرج ايه، ولا تعرف انجازاته ايه. مفيش. طب قول لي كده، قول لي كده انهي وزير خرج مثلا لسوء الانجازات او لسوء المستوى؟ مفيش. هو الوزير بيخرج، بيجي وزيره مكان وزير بيدخل برضه ما تعرفش اللي بيدخل ده بيدخل ليه، ما تعرفش. هو بيدخل بيمسك، بيخرج يجي يعمل الكام مليار ويمشي. بيعملوا ايه بقى؟ ما اعرفش بيعملوا ايه، والله ما ما بيعملوش حاجه. هو بس كل اللي بيعملوه تنفيذا للتعليمات العليا. الباشا يقول له يمين يمين شمال شمال، وهو ما يقولوش يقول لا او نعم. هو ليه انه يقول حاضر بس. هو ده الوزير بيعمل ايه بقى؟ برعايه الحكومه. سرقه برعايه الحكومه. ما بيعملش حاجه. يخرج يدخل يا باشا يقعد الكام سنه يعمل الكام مليار يخرجهم على بره وخلاص كده. يخرج بره يقعد برنس. يا جماعه حرام عليكم. يا جماعه احنا تعبنا، والله العظيم تعبنا منكم لله. حسبي الله ونعم الوكيل. احنا وبعدين بقى الايه الموضه بقى دلوقتي؟ يطلع واحد يقول احنا البنزين غلي. اوعى تقول بنزين غلي، اخواني ومعارضه. يا عم انا مش عارف اعيش. اوعى تقول مش عارف اعيش، اخواني ومعارضه. اصل المرتبات. اوعى تقول المرتب، اخواني ومعارضه. هو ده اللي بيتقال، هو ده اللي بيتقال، اخواني ومعارضه. يعني انا واحد من الناس، انا عمري في حياتي ما حبيت الاخوان، وعمري ما انضميت للاخوان، وعمري ما انتخبت مرسي خالص. انما انا مواطن مواطن عايش في البلد، مواطن عادي، عادي جدا، موظف. وبعدين خلي بالك، نفس الحركه اللي بتتعمل كل ما يغلى البنزين. شويه بتوع المحافظه يروحوا نازلين على المواقف. هي الدماغ ما بتتغيرش، ما فيش ابتكار حتى. ينزلوا على المواقف. انت يا حاجه راكبه بكام؟ انت يا استاذ راكب بكام؟ الزياده نص جنيه، ويمشي. تيجي تكلم السواق يقول لك روح اركب المحافظه. انا قالها لي كده، بقول له ده الراجل بتاع المحافظه قال لي روح اركب بتاع المحافظه. وفضل موقف العربيه ما مشيهاش، فضل موقف العربيه ما مشيهاش. قال لما زود ال 2 جنيه ودفعنا غصب عننا. فين بقى؟ انتوا بقى بتعملوا ايه؟ ولا حاجه. احنا بس اللي بندفع الثمن، احنا بس اللي بندفع الثمن. ليه؟ انا بجد مش عارف. وعلى فكره قال لك البترول بيرخص في العالم كله. على فكره برميل البترول لو بجنيه لو بدولار عندنا هيغلى برضه.
مش هيرخص. ده انتوا ضحكتوا علينا مره، عشان تعرفوا ان انتوا بتضحكوا علينا. ضحكتوا علينا مره وقلتوا ايه، لجنه التسعير هتجتمع وبشرى هترخص البنزين، رخصته ربع جنيه. هي مره في 13 سنه اجتمعت مره ورخصته ربع جنيه. كل اللي بعد كده 2 جنيه، جنيه ونص، 175، 2 جنيه، جنيه ونص، 175. هي اللجنه بتعمل كده. انما ضحكتوا علينا مره ورخصتوه ربع جنيه. ضحكوا علينا ليه؟ خليكوا صراحه، خليكوا صراحه. قولوا يا جماعه احنا. وبعدين انا عايز اسال سؤال، احنا المفروض نستنى لغايه امتى؟ يعني ايه السقف بتاعكم اللي هتيجوا لحد عنده تقولوا بس خلاص كده المواطن يستحمل كتير، زي ما بتقولوا دلوقتي المواطن يستحمل كتير ومش هينفع نغلي عليه تاني؟ امتى؟ لحد ما يوصل كام؟ انتوا دلوقتي بتقولوا ان ال 17 جنيه وربع دول والدوله برضو بتدعم. هو انتوا حد بيرجع وراكم ولا بيحاسبكم يا جدعان؟ الارقام ارقامنا والدفاتر دفاترنا. اما المبارك لما كان مخليه ب 2 جنيه كانت الدوله بتدعمه بكام؟ ولما كان مخلي الابوه ب 4 جنيه كانت الدوله بتدعمه بكام؟ كام؟ كام؟ حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل.